انتهت أسرة أبو محمود من مناسك الحج. انقضت أجمل رحلة في العمر سريعا، وحاليا تستعد أسرة أبو محمود للعودة إلى الديار. وفي النظرة الأخيرة للأسرة على بيت الله الحرام، تذكرت الأسرة الرحلة بكل تفاصيلها، منذ اللحظة الأولى وأثناء تجهيز المستلزمات، وحتى المشهد الأخير بتقصير الشعر والطواف ببيت الله الحرام. هي رحلة عظيمة تمتعنا بها مع أسرة أبو محمود، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بها في العام المقبل إن شاء الله. وإن كنا نتمنى أن لو كنا معهم هذا العام، لكن لا تنسى أن النية الخالصة والصادقة لله سبحانه وتعالى تعطيك أجر العمل وإن لم تستطع عليه. نراكم قريبا في حكايات أخرى بإذن الله. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.